التلفزيون المصري. وفي إطار التحقيق في مختلف قضايا الفساد، قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز. وخلال التحقيقات مع سرور التي تجاوزت ال7 ساعات، واجه الجهاز رئيس مجلس الشعب السابق بالأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع، مستغلا في ذلك ما تسبغه عليه وظيفته ومركزه من إمكانات، حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه مهام منصبه. وفي إطار التحقيقات فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل، تقرر حبس المحامي مرتضى منصور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للاشتباه بتورطه في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في 2 و3 من فبراير الماضي. المستشار سامي زين العابدين مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في الاعتداءات نسب إلى منصور تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. إلى طبيعتها عادت الحركة والحياة في ميدان التحرير، خاصة بعد إفراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن